قرر يمشي لوحده ويدور على أسرته اللي كان مشتاق لهم. زياد وهو ماشي قابل شخص غريب شكله مش مألوف، وقف قصاده وسأله هو جاي يعمل إيه هنا. فزياد رد بكل طيبة وقال له إنه بيدور على أهله. فالراجل الغريب قال له إنه يعرف مكانهم، ومن غير تفكير طويل ومن غير ما يسأل أو يشك زياد صدقه ومشي معاه. بعد شوية كل البحارة رجعوا للسفينة، فجلال الدين سأل على زياد، لكن لؤلؤ ومرجان قالوا إنهم مش عارفين هو فين. ساعتها جلال الدين اتعصب ورفع صوته وقال لهم لازم نلاقيه فوراً وما ينفعش نضيع وقت. فضلوا يجروا ويدوروا عليه لحد ما شافوه مع نفس الشخص الغريب، وقبل ما يفهموا أي حاجة الراجل ده طلع سكينة وكان ناوي يأذي زياد، لكن جلال الدين ولؤلؤ ومرجان اتدخلوا في اللحظة الأخيرة وقدروا يضربوه وياخدوا منه السكينة، والراجل هرب. بعد ما رجعوا كلهم الكل بدأ يلوم زياد ويقول له إزاي يثق في شخص غريب وإزاي يستعجل بالشكل ده، لكن جلال الدين وقف وقال لهم إن اللي حصل ده ممكن يحصل لأي إنسان، وإن كلنا بنغلط وكلنا ممكن نستعجل في الحكم، وافتكرهم إن حتى أحسن واحد فينا ممكن يقع في الغلطة دي. بعد كده جمعهم حواليه وقال لهم إنه هيحكي لهم حكاية سيدنا موسى عليه السلام مع سيدنا الخضر، وقال لهم إن في يوم من الأيام كان سيدنا موسى قاعد في مجلس مع قومه، وواحد سأله مين أعلم أهل الأرض، فسيدنا موسى قال إن هو، فربنا سبحانه وتعالى عاتبه وقال له إن في عبد صالح عند مجمع البحرين وهو أعلم منه في الوقت ده، وأمره يروح يقابله ويتعلم.